ايديكي ايد بيبي. عارفه يعني ايه بيبي؟ ايد زبده. كريم الوضوء تعرفي ايه عنه؟ بتقولي ايه؟ بقول لك كريم الوضوء. وايه ده كريم الوضوء ده؟ ده كريم الوضوء بتاعي. كل ما بتوضى او كل ما تحطي ايدك في ميه او كل ما تغسلي المواعين تعمليه وتحطيه جنبك على الحوض، وبعد ما تخلصي تستخدميه على ايديكي وشوفي الجمال والحلاوه. ايد زبده. زبده يعني بدون تشققات، بدون جفاف، بدون تسبغات. ما تقولي يا ستي ايه هو كريم الوضوء ده؟ احنا اول مره نسمع عنه. ما انت مش هتسمعيه في حته تانية، لان ده اختراعي انا وده اللي انا بستخدمه لايدي وما بستغناش عنه. بس ايه هو كريم الوضوء؟ هتجيبي لي معلقه من جل الالوفيرا او معلقتين او حسب الكميه اللي انت حباها. تمام. هتضيفي لي عليها كبسولات فيتامين اي ودي عشان الترطيب، وتزودي لي عليها كمان معلقه حلوه من زيت اللوز الحلو ودي ترطيب وتفتيح، ونزيد كمان للموضوع زيت الخروع وده هيزيل اي تسبغات واي كرمشه واي تجاعيد من ايديكي. وضيفي كل المكونات دي وادمجي كويس قوي وهتديكي قوام كريمي في الاخر، وحطيه جنبك على الحوض. مجرد ما تبل ايديكي او تغسلي مواعينك او تتوضي زيي تستخدميه على طول، وتشوفي قد ايه جمال ايديكي وترطيبها. عايزه اقولك كمان لو انت زدتي عليه عصرتين ليمون تلاقيه كمان يقوي الضوافر. كده انت عملتي افضل كريم، وهو كريم الوضوء اللي بيزيد الترطيب، واستخدميه وانت الكسبانه. واوعي تشتكي من ايديكي فيها تسبغات ولا بقع ولا جفاف ولا اشف. خلصتي معاكي الفيديو؟ بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.